كتير مننا بيسأل ليه كل ما يجيلنا دور برد أو إنفلونزا ونروح للدكتور ما يرضاش يكتب لنا مضاد حيوي؟ الإجابة على السؤال ده بالذات ممكن تكون هي اللي هتنقذ حياتنا كلنا في المستقبل. كلنا أكيد حسينا الإحساس ده، الجسم مكسر وتعبانين ومش قادرين نتحرك من السرير. كل اللي بنفكر فيه هو حل سريع، أي حاجة ترجعنا لحياتنا الطبيعية. بس الحقيقة إن الحل السريع ده مش دايماً هو الحل الصح. والموضوع ده بيودينا لواحدة من أخطر المفاهيم الغلط المنتشرة في عصرنا. فكرة ممكن تبان بسيطة، لكنها في الحقيقة بتسبب أزمة صحية عالمية بتهدد مستقبل الطب اللي نعرفه. الحقيقة إن ممكن تصدم ناس كتير هي إنه كل مرة بيتاخد فيها مضاد حيوي لعلاج عدوى فيروسية زي البرد، فإحنا مش بس بناخد دواء ملوش أي تأثير، لأ ده إحنا كمان بنشارك في بناء كارثة صحية بتضعف أقوى سلاح طبي في إيدينا. طيب عشان نفهم ليه كل ده بيحصل، لازم الأول نعرف إحنا بنحارب مين أصلاً. إيه هو الفرق الأساسي بين البكتيريا والفيروس؟ تعالوا نعرف.